السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده هيكون فيديو مشتريات لوازم بقى نواعم العيد، الكحك والبسكوت. ايه افضل نوع سمنه ممكن تجيبوها، الدقيق الاسعار إيه الزبده برضو اسعارها، العجوه والملبن، كل حاجه يعني. يا رب تستفادوا من الفيديو، وربنا كده يا رب يحسن سوقهم ويحسن ما بين ايدينا جميعا يا رب، وكل عام وانتم بألف خير. تعالوا نشوفوا بقى المشتريات والاسعار، بس الاول نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اول حاجه انا اشتريتها هي سمنه جولدن ميكس. هي خليط كده ما بين سمنة عالي الجودة من سمنة فرن البلدي والسمنة النباتي. صراحة حلوة جدا وريحتها بجد بتكون مميزة جدا في الكحك وفي الغريبة، يعني أنصحكم بيها. دي وزنها 1500 جرام، يعني كيلو ونص. كنت شارياها ب195 الكيلو ونص، وبعدين سعرها زاد بقت ب235، حاليا هي ب252، اللي هو الوزن كيلو ونص. والوزن اللي هو 700 جرام ب123. تاني حاجة معايا برضو من الأساسيات هي الزبدة. أنا جبت زبدة فرن، القالب كان عامل 159 جنيه، يعني 160 جنيه. هو القالب ده وزنه كيلو. حلوة جدا، بتدي نتيجة ممتازة للبسكوت والبيتي فور وكمان الميني تارت، يعني شغل النواعم. كانوا آخر اتنين، فأنا زودت وجبت كمان زبدة كريستال، برضو نتيجتها ممتازة، كنت مجرباها قبل كده برضو، فحلوة جدا برضو في الشغل. ده قالب كيلو، كان معاها هدية يعني العلبة، أنا عجبتني العلبة بصراحة فجبتها. حلوة قوي، كان سعرها 127 جنيه الكيلو. 127 جنيه اللي هو القالب. جبت برضو منها كذا واحدة. ندخل بقى على الدقيق. طبعا دقيق كحك وبسكوت يبقى سنبلة الفرات، وفي نوع تاني برضو حلو برضو انا مجربه قبل كده. بيدي نتيجة ممتازة للكحك، وهو اسمه فلفلة، حتى مكتوب عليه كحك وبسكوت، بس سنبلة الفرات صراحة حلو قوي. الكيلو، الكيس ده وزنه كيلو. كان سعره 38 جنيه. ده النوع التاني دقيق اسمه دقيق فلفلة، مكتوب عليه لجميع الأغراض، حلويات، مخبوزات، كحك وبسكوت، بيتزا وفطاير. مجرباه بصراحة حلو جدا، وبيدي برضو نتيجة ممتازة للنواعم. كان سعر الكيلو 30 جنيه. بدايل ليهم ممكن تستخدموا الضحى، ممكن تستخدموا دقيق دوبيلا، بصراحة برضو نتيجتهم حلوة جدا. كمان جبت قالب العجوة ده، القالب ده وزنه كيلو. اسمها العربية، الشركة يعني شركة العجوة دي اسمها العربية. الوزن كيلو، حلو جدا. كان سعره 56 جنيه. وده ملبن، نص كيلو ملبن، بس للأسف مش فاكرة سعره كام بالظبط، بس تقريبا كان بحاجة و30 تقريبا يعني. اشتريت كمان سمسم، دول تقريبا ربع كيلو. كانوا عاملين حاجة و20 جنيه، تقريبا 25 جنيه. وده ربع كيلو كاكاو خام، الربع كان عامل 80 جنيه. طبعا الكاكاو الخام الأسباني سعره بقى غالي جدا، فده الربع ب80 جنيه. اشتريت كمان تمن بندق، كان عامل 93 جنيه. هو تمن حلو قوي بصراحة يعني. جبت كمان اللي هي الشوكولاتة الكريمي دي، اللي هي بديل النوتيلا وبديل سما. انا كنت بستخدم سما فغيرت النوع، جبت في الاحمدي. حلوة جدا، نفس الشركة تعتبر، سما شركة الاحمدي، ودي في الاحمدي نفس الشركة. فحلوة أوي صراحة، أنا جربتها قبل كده يعني عجبتني. دي وزنها كيلو. كان سعرها 137 جنيه. جبت برضو اللي هي الشوكولاتة الكريمي بس الأبيض، كنت بجيب برضو سما فغيرت النوع، بس ما لقيتش فيه طبعا منها شوكولاتة بيضة. ده نوع تاني اسمها مونتيلا. دي وزنها برضو كيلو، كان سعرها 100 جنيه. بس حلو يعني، أنا جربتها وفتحتها ودقتها، لا طعمها حلو صراحة. جبت كمان برضو بلوك سما شوكولاتة، اللي هي 2 كيلو ونص، سما السادة. انا بصراحه يعني لا، في الشوكولاته بقى مش هحب ان انا اغير في الشوكولاته اللي هي البني يعني الدارك. فلا ما بستغناش صراحه عن سما، حلوه قوي، كان سعرها 340 جنيه، اللي هو البلوك ال2 كيلو ونص. جبت كمان فانيليا البرتقال الباكو، كان عامل 7 جنيه. اشتريت كمان اللي هي الفانيليا السايلة، انا كنت جايبة منها العبوة الكبيرة. دي الصغيرة نوعها دوبيلا. الكبيرة دي انا فتحتها واستخدمتها، حلوة قوي بصراحة، كان سعرها 42 جنيه. الصغيرة سعرها 20 جنيه.
اشتريت كمان علب التغليف دي، جبت منها مقاسين، مقاس ياخد كيلو ومقاس ياخد كيلو ونص. سعر المقاس اللي هو الكيلو 3 جنيه، وسعر المقاس الأكبر الواحدة ب3 جنيه ونص. اشتريت كمان قوالب الكب كيك ده اللي هو الميني كب كيك. بس مش عارفة كان ايه استخدامه يعني، بس انا اشتريته وخلاص. الشوية دول كانوا عاملين 20 جنيه. وده كده اللي هو المقاس التاني من العلب. مقاس زي ما قلت لكم عامل 3 جنيه، وده تقريبا ده المقاس الأصغر اللي هو ب3 جنيه، واللي وريته لكم قبليه المقاس الأكبر اللي هو ب3 جنيه ونص الواحدة، العلبة الواحدة. اشتريت برضو كمان طبعا السلع النادرة، ده سكر، دي كانت اكياس سكر عادي حبيبات، بس انا جبت طبعا كذا كيس وكده، وطبعا طحنته علشان يكون جاي، مش بشتري السكر البودر جاهز، لا بجيب عادي سكر حبيبات وانا بطحنه. الأكياس دي بقى اللي هي الأكياس الحلواني دي، بصراحة أنا مش باستغنى عنها، كنت مصورة معاكم فيديو مشتريات قبل كده، وكنت مصورة النوع ده اللي هو لوكس للمعجنات. لوكس أكياس معجنات، نوع حلو جدا بصراحة وتقيل جدا في شغل الإكلير بتيفور، لا يعني ما شاء الله بيستحمل. فمش بتردد خالص لما بلاقيه متوفر وموجود، بشتري منه على طول، لأن ساعات وأوقات كتيرة مش بيكون متوفر. اشتريت برضو النوع ده من كيس الحلواني. ده مش سيليكون، لا انا كنت جايبه سيليكون بس مش حلو بصراحه. النوع ده اللي هو ووتر بروف. حلو قوي بصراحه، كان سعره 50 جنيه. ده طبعا للاستخدام اكتر من مره طبعا يعني. قلت ده مع النوع التاني اللي انا جبته، الاتنين مع بعض يعني يساعدوا بعض. جبت كمان ازازة الزيت دي، ده زيت عباد الشمس، دي وزنها كيلو لتر يعني، او 920 يعني كيلو الا شوية. كان سعرها 95 جنيه. طبعا هو الزيت ده مستورد صراحة، مش عارفة هي اسمها ثانية، ثانية، هي مش ثانية اكيد هي ثانية. بس حلو برضو، كنت مجربه قبل كده، حلو يعتبر زيت نضيف يعني، مش خليط ولا حاجة، لا ده زيت عباد الشمس. جبت كمان اللي هو السبرينكل ده اللي هو على شكل قلوب الفضي، وجبت كمان برضو الذهبي منه، الواحدة كان سعرها 10 جنيه، طبعا للتزيين برضو، تزيين الغريبة كده، واللي هو بديل اللي هو للولي يعني المدور ده شكل جديد يعني. بس كده دي المشتريات اللي انا جبتها. ويا ربنا يا رب كده يحسن سوقهم ويحسن ما بين ايدينا جميعا يا رب. حبيت اشارككم يعني معايا الفيديو، المشتريات والاسعار والخامات اللي ممكن تحتاجوها في شغل النواعم. يا رب تكونوا استفدتوا.